السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الزمالك في قلبي مع إسلام أبو مازن. أهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم الزملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم. فضلا وليس أمرا، ندوس لايك نبدأ أخبارنا النهاردة ونصرنا يا الله. مباراة مهمة غدا أمام النادي المصري البورسعيدي. لا، مش مباراة، دي أهم مباراة، أهم مباراة في الموسم. هتقول لي ليه؟ ده أنت لسه هتلاعب بيراميدز، لسه هتلاعب الأهلي. لا، أنا بقول لك إن مباراة المصري البورسعيدي تكسبها تركب الدوري وهتديك انطلاقة جامدة جدا جدا في الدوري. لا قدر الله حصل فيها أي إخفاق بعد الشر، أنت خلاص هترجع لورا خالص. فنتمنى إن شاء الله إنها تكون مباراة فوز لنادي الزمالك، مباراة مش سهلة مع مدرب قدير، المدرب الكوكي مدرب ممتاز جدا 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 جدا. لكن ان شاء الله نقدر نفوز. يا ترى مخبلنا ايه يا فريرا؟ ربنا يوفق نادي الزمالك. حكم المباراه هو الحكم محمود ناجي، وعلى الفار احمد الغندور. نتمنى العداله التحكيميه مش اكتر ولا اقل. كل ماتش بيكون لنا ضربه جزاء وما بيبقاش في حتى استدعاء للفار. نتمنى ناخد العداله التحكيميه سواء لينا او علينا. الاول قبل ما نتكلم في اي خبر وفي اي كلام ممكن يتقال، لازم اخد حيز الاول عشان نحيي كابتن ايمن الرمادي. كابتن ايمن الرمادي المدرب السابق لنادي الزمالك اللي قدر يفوز في اولى مبارياته منذ توليه المهمه مع النادي البنك الاهلي. قدر يفوز على فريق جامد جدا السنه دي، فريق بتروجيت. قدر يفوز 3-0، مش واحد ولا اتنين، لا ده 3. ايمن الرمادي اللي رحل عن نادي الزمالك وكنت عايزه يكمل، بدل مش هتجيب مدرب عالمي. ايمن الرمادي اللي جاب لك بطوله كاس مصر ولغز كبير كان رحيله، وانا عن نفسي بقول ان يمكن كان خطأه الوحيد انه جاب كاس مصر للزمالك، فعشان كده يمكن مشوه. ايمن الرمادي في اول مباراه ليه بيكسب 3-0، جاب الاول في الشوط الثاني الهدف الاول، لا مصمم عاوز يجيب الثاني، مش انكمش وقال لك ادافع والحق يا ابني، لا جاب الثاني ومصمم يجيب الثالث وجاب الثالث وكان يقدر يجيب الرابع. ايمن الرمادي جه خلفا لكابتن طارق مصطفى. كابتن طارق مصطفى عاوز اقول لك يمكن ما حلفوش الحظ او كانت سوء اداره فنيه ممكن في اختيار اللاعبين، ما اعرفش، ما قدرش يجيب التوليفه الصح اللي تلعب معاه. هتقول لي ليه؟ ما هو بيلعب، ده بيلعب بنفس دول. يعني ايمن الرمادي نزل النهارده بنفس التشكيل اللي بينزل بيه كابتن طارق مصطفى؟ لا لا، انا متابع البنك الاهلي. النهارده الراجل عمل 7 تغييرات غير اللي كان بيلعب بيهم كابتن طارق مصطفى. يمكن من اول حارس المرمى اللي كان بيقف اوقات احمد صبحي، لكن النهارده شفنا عبد العزيز البلعوطي، يمكن كمان مصطفى الزناري اللي كان بيتواجد مكانه سعيد سمبوريه، وكمان كان بيتواجد مكانه عمرو الجزار. ومصطفى الزناري ما كانش بيبقى متواجد. على فكره مصطفى الزناري معار لنادي البنك الاهلي لمده موسم، ان شاء الله يرجع تاني. لعب باسحاق يعقوب، وكان بيلعب كابتن طارق مصطفى باحمد متعب. لعب في وسط الملعب باكتر من لاعب، بمحمد فتحي، بمحمد ابراهيم. اوقات الراجل كان بيعمل تغييرات في وسط الملعب كابتن طارق مصطفى. كابتن طارق مصطفى كان بيلعب بيها والنور، هو ما لعبش بيها والنور. كابتن طارق مصطفى كان بيبدا اوقات باحمد امين اوفا. الراجل لا، ما بداش باحمد امين اوفا، بدا باحمد ياسر ريان. عمل توليفه كويسه قوي، نزل احسن ناس متواجده على قد ما هو هيقدر يشغلهم. وبعد كده بنلاقي ان مصطفى الزناري بيجيب هدف ولا احسن ولا اروع من ضربه ركنيه. لاعب الزملكاوي مصطفى الزناري، والله العظيم وانا بتفرج على الماتش مع ابني مازن، الحمد لله هو احسن. وتسلموا تسلموا تسلموا على اسئلتكم ودعائكم، والله العظيم في قلبي كلامكم ده. والله بيقول لي يا بابا انا بحب ضربات الراس بنفس اللفظ كده، بنفس التعبير. انا بحب ضربات الراس بتاع مصطفى الزناري. المهم مصطفى الزناري راح جايب جول من كورنر بضربه راسيه في الكورنر. تاني جول مصطفى شلبي، اللي هو من احسن اللعيبه اللي يمكن بتعرف تجري بالكره، بتعمل سبرنت، بياخد الكره ويطير على الوينج. قلت لك ما كانش يمشي، كان يبقى احتياطي، حتى كان يبقى احتياطي. قلت لك كده. عمل هدف ولا احسن ولا اروع، جري 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 واكل لعب هادي بتاع بتروجيت، وراح على المرمى في ال 18 وعرض الكوره لاحمد امين اوفا على طبق من ذهب سهل، حطها جول. كان لسه نازل احمد امين اوفا هو ومحمود عماد لاعب نادي فاركو. يا ريتك يا جون ادوارد كنت جبته لنا، والله ده لاعب كويس جدا على فكره، من لعيبه كويسه في وسط الملعب.
محمود عماد جاب جون من على ال 18 ار2 جميل، ده الجون الثالث. يبقى جيت تبص كابتن ايمن الرمادي الزملكاوي اللي كان بيدرب الزمالك كسب البنك الاهلي، مصطفى شلبي كسب البنك الاهلي، مصطفى الزناري كسب البنك الاهلي. انا اخدت من نادي البنك الاهلي احمد ربيع، بس احمد ربيع صراحه للان مصاب وما شفتوش، ما اعرفش. مليون مبروك لكابتن ايمن الرمادي، اول فوز او اول هزيمه، قصدي اول هزيمه لنادي بتروجيت واول فوز لنادي البنك الاهلي. اللي بيحصل تاني سريعا كده، كلنا شفنا رئيس النادي الاهلي كابتن الخطيب امبارح والنهارده نزل بيان، وامبارح كان بعض التقارير قالت ان هو خلاص مش ناوي يترشح تاني لرئاسه النادي الاهلي. هقول لك الموضوع سريعا كده. بعد ما طلع حسام غالي واتكلم وقال الاداره ومش الاداره وما بتعملش بروح الجمعيه والصوت واحد والكلام ده كله وفي سلبيات وقعد يتكلم، فجاه لقينا قرار كابتن الخطيب بعدم الترشح مره اخرى لرئاسه النادي الاهلي. عايز اقول لك حاجه صغيره خالص. كل الكلام اللي بيتقال واللي داير دلوقتي هقوله لك في عجاله. اول حاجه، في ناس كتير بتقول الكابتن الخطيب بيعمل كده عشان الناس تطلع وتهتف وتقول له خليك ما تمشيش، محتاجينك عايزينك اوعى تسيبنا. دي حاجه، ناس كتير بتقول كده. تاني حاجه، في ناس بتقول ان هو ناوي ما يترشحش فعلا عشان خاطر حالته الصحيه. تالت حاجه، في ناس بتقول لا هو ناوي يمشي بجد عشان خاطر اصلا ممكن المحكمه تحكم لبيراميدز بالكاس، مع اني مش متاكد قوي في الموضوع ده، موضوع تحكم لبيراميدز بالدوري. هو على العموم على كلام خالد الغندور قال هو لما حاجته من جوه النادي الاهلي، وفي ناس كتير بتقول لك هتترشح ومش هتترشح، حتى بعض الصحفيين قالوا ان احمد شوبير ناوي يترشح لرئاسه النادي الاهلي، خاصه ان الباشمهندس محمود طاهر قال لك عنده انشغالات ومش فايق، وخاصه انه ابنه الله يرحمه توفى في 2024، فهو اسريا مش فايق للموضوع ده، يعني ان هو عشان خاطر اسرته والكلام ده كله مش عاوز ينشغل عنهم. ده بخصوص الانسحاب. انا عن نفسي اتوقع فعلا ان هو ما يترشحش صراحه، يعني انا اتوقع بعد ما قال الكلام اللي قاله ده والبيان اللي نزل، لكن اداره النادي الاهلي وبقيه المجلس نزل بيان بيرفضوا فيه ان هو يمشي ويسيبهم. ده هو حتى قال لك انا مش متواجد الفتره اللي جايه في النادي الاهلي، ده انا رايي هيبقى استشاري. ده كلام رئيس النادي الاهلي. طيب ندخل بقى على المباراه المهمه امام النادي المصري البورسعيدي. قلنا امبارح ان محمد شحاته خارج قائمه المباراه خلاص، احمد ربيع خارج قائمه المباراه. الراجل عمال يفاضل بين ناصر منسي وبين عدي الدباغ، المفروض ان ناصر منسي هو الاجهز، لكن ما زال الراجل محتار. وعايز اقول لك ان ناصر منسي وعدي الدباغ 50-50. ناس كتير عماله تقول انه هيلعب بجبهه جديده، الناس بيقولوا محمود بنتايج واحمد فتوح. هي حلوه بس انا لا ارجحها. ليه بقى؟ لان احمد فتوح ومحمود بنتايج الاثنين يصنعوا اهداف، لكن مش هم الهدافين اللي يقدروا يجيبوا مثلا زي شيكو بانزا ويخشوا المنطقه ويقدر يسدد ويعمل والكلام ده. فاصبر على شيكو بانزا، انا عارف ان شيكو بانزا لسه ما قدمش، والله العظيم لسه ما قدم حاجه برغم الجونين اللي جابهم، لكن اصبر على شيكو بانزا، اصبر. ندخل على التشكيل المتوقع كده سريعا. في حراسه المرمى محمد صبحي، اثنين مساكين كالمعتاد، حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل. هتقول لي اصل انا كنت اقول لك الونش، بس الونش موقوف 3 مباريات، يبقى محمد اسماعيل. باك شمال محمود بنتايج، باك يمين عمر جابر، في وسط الملعب نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، قدامهم ناصر ماهر. مع اني كنت اتمنى ان اللي يبقى جنب نبيل عماد دونجا 6 كمان، يعني واحد زي محمود جهاد، واحد زي احمد ربيع بيجيب 6 و8، بس طبعا مش هيبقى موجود. محمود جهاد اظن ممكن يدخل القائمه، لكن مش هيبقى اساسي من اول مباراه كده لانه غايب بقاله فتره. انا بتكلم ليه على النادي المصري البورسعيدي كده، هقول لك بعد التشكيل. يبقى دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. في الامام شيكو بانزا، خوان الفينا او خوان بزيرة عشان ما يزعلش. وفي الهجوم خلونا نقول ناصر منسي. هو بقى بين ناصر منسي وعدي الدباغ على العموم، ده هينزل وده هينزل. لكن انا كنت اتمنى ان كان فيه، بس شحاته غايب هعمل ايه؟ لازم أن يبقى الموجود عندي مش 8 عبد الله السعيد، لان الكر والفر مش كر وفر بس، وقوه. لان النادي المصري البورسعيدي بيعتمد على الاختراق من العمق بطرق كثيره جدا. لعبه متمركز على النص وبيلعب على الاجناب. لك ان تتخيل ان كوره النادي المصري البورسعيدي مع الكابتن نبيل الكوكي دلوقتي كوره شامله، بيعمل كل حاجه،
من الونات بيلعب، من العمق بيلعب، ما بيتاخرش. يعني شويه تلاقي عبد الرحيم دغموم في وسط الملعب، شويه تلاقيه على الوينج، شويه تلاقيه هنا. هما ما شاء الله فرقه جامده، وصلاح محسن واللاعب الافريقي اللي عندهم كمان واللاعب الجزائري في شغل جامد جدا بيعملوه. لكن انا اتمنى ان كان حد غير عبد الله السعيد يبقى موجود. مش والله اقسم بالله ما تقصيرا على عبد الله السعيد، لا، انا كنت عاوز الالتحامات القويه. فنبيل احمد دونجا هيشيل عبء المباراه في وسط الملعب ان شاء الله، ربنا يوفقه مع بقيه اللاعبين. بيلعبوا على وناك كويس، بيتميزوا برفعات كويس، وفي نفس الوقت ما تنساش برضه بيخترقوا من العمق كويس. عملوا كل حاجه في المباريات اللي لعبوها. احسن فريق في الدوري حاليا هو النادي المصري البورسعيدي، هو احسن فريق. عندهم في الدفاع محمد هاشم، عندهم في الدفاع لاعب الاسماعيلي الصابت باهر المحمدي، عندهم كريم العراقي بيلعب مكانه اوقات احمد عيد، بيلعب على الشمال اللاعب حسن، بيلعب في وسط الملعب زي ما قلت لك سواء دغموم او غيره كوكبه في وسط الملعب. في الهجوم صلاح محسن، ناس كتير، ميدو جابر خلي بالك منه. اقسم بالله عندهم تيم جامد. ربنا يوفقنا وينصرنا في المباراه دي. مباراه مش هتبقى سهله بالمره. دي بالنسبه لنا او بالنسبه لنا احنا معاك يا فريرة هي الفرصه الاخيره، هي الفرصه ملهاش تاني. يا تبين لنا ان انت شغلك كويس، انت كان في فتره توقف اهو، يا تبين لنا ان احنا او الاداره اخطات لما جابتك، او جون ادوارد اخطا لما جابك. وكان الخطا الاكبر هو رحيل كابتن ايمن الرمادي. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. عشان الزمالك حب في قلبنا، هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه. سوري والله العظيم انا نسيت، معلش هي في الاخر، بس اللي قعدوا معانا بقى معلش. اللي جاوب في الحلقه اللي فاتت كلا من اتنين اخواتنا جاوبوا في الحلقه اللي فاتت على السؤال اللي سالناه. السؤال اللي سالناه سؤال كان سهل وجميل، سؤال مش صعب. جاوب عليه استاذ ناصر الجندي وجاوب عليه استاذ جمعه محمد. استاذ جمعه محمد متالق، الاثنين جاوبوا في دقيقه واحده، الاثنين جاوبوا في دقيقه واحده. سالنا وقلنا من هو الهداف التاريخي الاجنبي لنادي الزمالك المحترف؟ يعني هو كابتن علي محسن رحمه الله عليه. كابتن علي جاب 47 هدف، وراه الجزيره 44، كان بن شرقي 43. كابتن علي محسن اخذ هداف الدوري كمان مرتين. كابتن علي محسن من الهدافين اللي كانوا جامدين جدا في تاريخ نادي الزمالك والمحترفين. عشان الزمالك حب في قلبنا. والسؤال بقى، طب السؤال النهارده سؤال سهل جدا جدا. من هو غزال الكره المصريه؟ من هو الغزال رحمه الله عليه؟ عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احسن واعظم واوفى جمهور في الكون، جمهور نادي الزمالك العظيم.